عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة فيديو جديد. طبعا أنا بعتذر إن أنا طالع لاين ومش محضر مش مونتاج، لأن أنا أصلا كده ما بحبش أطلع بوش يعني. لكن الخبر النهاردة اللي أنا وبتصفح في السوشيال خد نظري بصراحة، وهو عن أحمد حسام. كان أول حاجة أحمد حسام في برنامج الريمونتادا اتكلم على لقطة ضحك فيريرا مدرب الزمالك أثناء تأخر الفريق أمام إنبي بهدف دون رد في الدوري الممتاز هذا الموسم. ميدو قال في تصريحاته يا جماعه، لو انا اي لاعب في الزمالك، لو انا مكان اي لاعب في الزمالك وبصيت لقيت فيريرا وفريقنا مهزوم واحد بيضحك ودخلنا بين الشوطين يزعق لي، انا هشتمه. الحاجه التانيه يا جماعه اللي خلتنا نعمل الفيديو بصراحه، ميدو قال ايه؟ قال الزمالك بيوزع على فرق الدوري المصري هدايا وشنط رمضان، اي حد عايز الثلاث نقط يجي الزمالك. فيما معنى، ركز معايا، النهارده انت شنطه رمضان احنا بنوديها للغلابه ايه؟ السكر وشاي وحته لحمه ولا فرخه والكلام دوت. لا، احمد حسام ميدو قال لك الزمالك يا جماعه بيدي شنطه رمضان، بس مش عباره عن فرخه وكيس رز ومعونه، لا، شنطه رمضان بتاعتنا عباره عن الثلاث نقط. لو انت عايز شنطه رمضان تعالى نادي الزمالك قبل رمضان ما يخلص او قبل رمضان ما يبتدي، واحنا يابا هنديك الثلاث نقط اللي هي عباره عن الشنطه بتاعت رمضان. ميدو كان اختتم الكلام قال ان انبي كان ليه عنده اصرار ونجاح مميز وما ينفعش نتكلم عنه، لانه لو عمل حاجه فهو لعب بشكل مثالي. الحاجه الثانيه اللي قالها ان الزمالك النهارده يا جماعه 70 يوم هزيمه، 10 مباريات متتاليه، فحاجه هتكسب بصراحه. بتمنى التوفيق. انا كده اصلا زملكاوي، لكن في عز المسخره ديت انا مش زملكاوي. بتمنى التوفيق لكل زملكاوي.